احنا دلوقتي قصاد جهتين، جهة بتسعى للإعمار والإصلاح وهي دي مصر وكل اللي في صفها، وجهة تانية بتسعى للإفساد والتخريب في الأرض وهم حزب الشيطان من والاهم. بس في نفس الوقت مصر بتسعى للإعمار والإصلاح عن قوة مش عن ضعف، وأكبر دليل على إن مصر ماشية صح وإن هي فعلا قدرت إنها توصل الرسالة بتاعتها صح، وإن هي فعلا عرفت توريهم الوجه الحقيقي ليها وهو وجه القوة. كل الضباع اللي حوالينا دول اللي عاملين يحاولوا يترصدوا بينا، اخر حاجه عملوها ان امريكا ارسلت القاذفات النوويه على الاجواء الجويه المصريه، بس مصر رفضت ان المقاتلات دي تخترق الاجواء الجويه المصريه، في حين ان 9 دول تانية سمحت بان القاذفات النوويه دي تخش الاجواء بتاعتها، يعني بيهوشونا او بيخوفونا. تاني حاجه التلميح بقطع المعونه المهببه بتاعتهم دي، كل شويه المعونه. هي مصر يعني هتجوع من غير المعونه؟ مصر دي اللي كانت سلة غذاء العالم هتجوع من غير المعونة اللي هي مجرد 1.2 مليار دولار؟ يعني هم دول اللي هيجوعوا مصر أكبر من كده بكتير. ثانيا اللي بيطلق عليها معونة دي أصلا هم اللي مستفيدين منها أكتر من مصر، لأن دي داخلة ضمن اتفاقية السلام، اتفاقية كامب ديفيد اللي هي اتفاقية السلام ما بيننا وبين الكيان الزفت، علشان حفظا لسلامهم هم وامنهم هم، يعني هم اللي مستفيدين من المعونه دي اكتر مننا. فانت لما تيجي تقطعها انت كده اللي بتخلي ببنود الاتفاقيه، فانت ما تلومش مصر بعد كده على اي رد فعل هتعمله. تالت حاجه بيأخروا الدفعه الثالثه اللي المفروض انها تتصرف لمصر من قرض صندوق النقد الدولي، المفروض في دفعه دلوقتي هتتصرف، عمالين يعني اخروها بحجج، وهي طبعا التاخير ده كضغط سياسي على مصر بسبب رفضها الرفض القاطع لموضوع التهجير، وان هو يعني بقى بيأثروا علينا اقتصاديا من الناحيه دي. النتيجة بقى والمحصلة ان احنا كمصريين هنتمسك اكتر بموقفنا. انا بتكلم بقى عن احنا كشعب هنتحد اكتر وهنتمسك اكتر بموقفنا تجاه الفساد اللي هم عايزين يعملوه في الارض ده. ان الله لا يحب المفسدين. هم بقى ما يعرفوش المصريين في الحتة دي، ما يعرفوش ان المصريين اكتر حاجة يكرهوها ان هم حد يحاول ان هو يعني يكسر مناخيرهم او ان هو يلوي دراعهم. المصريين ما يجوش ابدا بالاسلوب ده، وانا بتكلم على فكرة عن طبيعتنا كشعب. بالعكس ده هيخلينا نعند اكتر ويخلونا نتحد اكتر ويخلونا واقفين في صف قيادتنا اكتر. فالسائد دلوقتي هو مبدأ القوة لا تواجه الا بالقوة، وهو ده اللي نجحت ان مصر توصله ليهم. وهم على فكرة وصل لهم رد الفعل بتاعنا كويس جدا، كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها، كل رد الفعل الاعلامي على السوشيال ميديا، على رد الفعل الرسمي، كل ده وصل لهم كويس جدا، وهم عارفين كويس قوي ان الشعب دلوقتي متحد وواقف خلف قيادته. ودي اكتر حاجة ترعبهم على فكرة، مهما وقعوا من انظمة، مهما حاولوا ان هم يعني يجيبوا لنا مين، يعملوا لنا مين، الشعب المصري الحمد لله والشكر لله شعب متحد. مش هيقدروا يلعبوا على طبيعة وكيان الشعب المصري، دي طبيعتنا وحاجة مغروسة فينا. يعني مثلا لما لوحوا عندهم في الإعلام الزفر، لوحوا بضرب السد العالي، لوحنا بضرب مفاعل ديمونة بتاعهم، عمالين يلوحوا بالتهجير الطوعي أو القسري، والاتنين مفيش فرق بينهم عن بعض. برضو الشعب المصري كله، مش الجيش بس، الشعب كله هيبقى في خدمة الجيش، وممكن في يوم واحد يعني 30 مليون مصري يبقوا في سينا ياكلوهم اكل كده. مصر بتسعى للاعمار وهتنجح باذن الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. دي قاعده ربانيه ربنا سبحانه وتعالى وضعها، مصر بتسعى في كده. وكل اللي هم بينهجوه منهج الفساد والافساد والتخريب ده، كل ده بيدل على قرب نهايتهم، وده برضو بذكر القرآن الكريم. هتلاقوا في القرآن الكريم كل الأمم اللي طغت وفسدت وعافت فسادا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى أنهاهم عن آخرهم. تتبعوا كده القرآن الكريم، عاد، ثمود، فرعون، لوط، أصحاب الأيكة، هتلاقوا كل الأقوام المفسدين في الأرض، سواء بقى أقوام سواء إمبراطوريات أيا كان، ربنا سبحانه وتعالى لما هم بيوصلوا لمرحلة معينة من الطغيان ربنا بينهيهم عن آخرهم، وبتبقى نهايتهم بإيديهم هم. اما الموضوع ما بيننا وبين الكيان الزفر ده، فالموضوع مش وليد اللحظه ولا حاجه، لا ده الموضوع ازلي. الموضوع مش من 48 ولا من وعد بلفور ولا من الكلام ده خالص، الموضوع ازلي من بدايه الخلق خالص. فالعداء ما بيننا وبينهم عداء تاريخي. شوفوا حور او حورس عمل ايه في ست ابوهم طردوا من مصر دي اللي مش عايزه تخرج من عينيهم. شوفوا مرنبتاح ابن رمسيس الثاني عمل فيهم ايه، جاب بذرتهم عن اخرهم وقضى على بذرتهم تماما. فالكلام ده كله مش قادرين ينسوه. مصر والمصريين هم القوة الوحيدة اللي كسرتهم وجابت مناخيرهم الأرض، وهو ده اللي بيحصل وهيحصل تاني إن شاء الله. حقيقتنا إحنا كمصريين القوة، هي دي حقيقتنا، إحنا أحفاد المصريين القدماء. للأسف حصل تراجع في بعض الفترات، حصل إن المصريين ما كانوش في أوج قوتهم في بعض اللحظات، لكن احنا آن بقى الأوان ان احنا نسترجع قوتنا الحقيقية، وهو ده السبب الأساسي اللي خلاهم يزيفوا تاريخنا وان هم يوصلوا لنا معلومات مغلوطة عن تاريخنا، علشان ما نعرفش حقيقة تاريخنا ايه وما نعرفش حقيقة أجدادنا المصريين القدماء
اللي هم بناة الحضاره، اللي بيقولوا هنستفيد ايه من التاريخ وانتوا بتبكوا على الاطلال. لا، احنا مش بنبكي على الاطلال، احنا بنسترجع تاريخنا عشان نسترجع قوتنا، لان هي دي حقيقتنا. فصلونا عن تاريخنا، لان هم عارفين كويس جدا المصريين بالذات لو عرفوا حقيقه تاريخهم وضعهم مش هيكون كده، وضعهم هيختلف تماما. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي، ان احنا بنكشف تزييف التاريخ، وان مصر هي ارض الانبياء واحنا احفاد الانبياء. احنا المصريين احفاد الانبياء اللي كانوا موجودين في حضارتنا. هم بقى صوروا لنا صور تانية وسرقوا تاريخنا وسرقوا العلوم اللي كانت عند المصريين القدماء علشان يستخدموها ضدنا. والموضوع مش مجرد كيان، انا مش بتكلم عن الكيان الزفر بس، لا، انا بتكلم عن اللي بيقودهم، لان الكيان ده اداه في ايد حد تاني هو اللي بيقوده وهو اللي بينفذ المخطط عن طريقه. وكل المخططات اللي هم بيسعوا لتنفيذها ويقول لك انها نبوءات موجوده عندنا في التوراه عشان يصبغوها بس الصبغه الدينيه، في حين هم كاتبينها بايديهم. ربنا سبحانه وتعالى فضحهم في القرآن الكريم وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالحديث دلوقتي عن الدولة التوراتية وتحقيق النبوءة التوراتية بالدولة الكبرى بتاعتهم، الحديث دلوقتي بقى علني ومكشوف خلاص. يعني الموضوع بقى خلاص مفيش جدال ان في مؤامره فعلا، وهم بيحاولوا ان هم ينفذوا الخطه اللي هم كاتبينها بايديهم، مش اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لهم. فمصر قويه باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا ناصرنا، ومصر ستحيا وستظل مصر العظمى الى الابد. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.